فيديو النهارده هو فيديو يعتبر بالنسبه لي التقفيل بقى بتاع الشتاء، ان احنا نعمل ريفيو لكل الحاجات اللي اشتريناها عشان اقيم هل انا اشتريت صح ولا غلط، وعلشان الحاجات اللي ما عجبتنيش والاخطاء اللي عملتها اتجنبها الشتاء اللي جاي، وعشان برضك اكون عارفه وانا بحط شوبينج ليست للسنه اللي جايه ان شاء الله او للشتاء اللي جاي، اكون عارفه ايه الحاجات اللي انا حبيتها واشتري زيها تاني، او ايه الستايل اللي انا متجهه له وحابه ان انا البسه اكتر فاشتري منه اكتر، بحيث ان انا البس كل اللي بشتريه. وايه الحاجات اللي انا ما عجبتنيش او ما حسيتهاش قوي، او مثلا بعد ما جبتها ما حسيتش ان دي انا، او حسيت ان في حاجه مش مناسبه في الفيت في اللون، ايا يكن بقى الحاجات دي. كل الحاجات دي بناخد عنها ملاحظات. الموضوع ده مهم جدا لانه بيوفر علينا مجهود، بيوفر علينا وقت، بيوفر علينا طبعا، واهم حاجه الفلوس. هاي جايز واتساب، انا بسنت بعمل فيديوز عن ازاي نبني ولادنا صح، وازاي نلبس لو احنا بتيت، وازاي نعرف الستايل بتاعنا، وعن الهدوم المستعمله، وعن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما. فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو. يبقى اول حاجه هنبدا بيها هي البلوفرات، وهبدا بيهم من البيزكس لغايه البلوفرات اللي هي ايه اكبر وكده. اول حاجه هو البيزك الاسود ده، صراحه ده لا غبار عليه بالنسبه لي، عملي جدا ومن الحاجات الحلوه اللي انا اشتريتها بسعر قليل جدا، وهي طبعا دخلها صوف طبيعي. فهو كان ب20 جنيه، مش غالي خالص، ودخله صوف طبيعي، فهو بيسخن، وطبعا عملي في فكره ان انا اقدر البسه تحت اي حاجه، وطبعا هيدفي رقبتي في ايام الشتاء، اقدر البسه تحت حتى بلوفر تاني مش هيبان، وحتى لو بان فهيبقى بشكل حلو. لو تحت سويت شيرت هيبقى حلو جدا، لو حاجه زي كده والرقبه تحتيها هيبقى حلو. لو حتى لبسته على الجاكيت لوحده فهو برضك كافي بنفسه، يعني مش خفيف اللي هو بيشف وفي نفس الوقت بيدفي. فصراحه اديله 10 من 10 ونجمه كمان، علشان الخامه وعلشان الفلوس وعشان الماتيريال وعشان هو عملي ومرن كده معايا في اي حاجه. تاني حاجه هو البيزك الابيض ده. الابيض ده اصلا كنت شارياه لايام الربيع وللخريف الصراحه، عشان انا ما عنديش اي بيزكات بيضه او اي بلوفرات بيضه اللي هي البسها تحت الهدوم. انا عجبني فيه ان هو فيه تويستايه، حركه الزراير والحاجات دي بحس ان هو حلو قوي على البنطلون الكلاسيك لما بلبسه عليه، وبرضك على البنطلونات الجينز هيبقى حلو، وبرضك الفتره اللي جايه هلبسه. لكن الماتيريال بالنسبه لي مش احلى حاجه، عشان هي بتمط جامد، اللي هي لو مرعتهاش في اللبس ومرعتهاش في الغسيل وفي التنشير والكلام دوت، يعني ممكن توسع مننا او كده. فحاسه ان انا عايزه اتجنب الماتيريال دي، بس انا اصلا كنت شاريه على ان هو حاجه مش شتوي يعني. فمش عارفه بقى هل في خامه احسن ما يكونش فيها مطه قوي كده. في نفس الوقت انا برضك شاريه يعتبر بالنسبه لبقيه الحاجات اللي عندي فهو غالي نسبيا، 65 جنيه. برضك ياما ان انا جايبه حاجات فيها صوف طبيعي ب20 جنيه و30 جنيه، موضوع كده يعني. بس انا كنت شاريه عشان عجبني، فممكن اديله 8 من 10 عشان الماتيريال بتاعته. لكن هو في الواقع برضك حلو، بيرق معايا الحاجات ياما صراحه لغايه اما اجيب حاجه احسن منه كده يعني. البلوفر بقى، هو البلوفر ده بتاع الافوكادو ده انا بحبه جدا الصراحه، وشايفاه كيوت جدا ولونه حلو جدا والديزاين بتاعه حلو جدا. لكن الفيت بالنسبه لي كنت اتمنى لما روحت ان انا اشوفه احلى عليا. يعني انا قسته في البروفا وشفته عليا وهو جوه البنطلون وتمام مش عارفه ايه، بس لما روحت ولما جيت البسه بحس ان، او انا كان في دماغي يعني تفكير معين تاني ليه، ان هو مثلا يكون طويل شويه بحيث ان هو يغطي الهانش والهيبس، ويكون اوسع شويه فاجيب بنطلون فلير عليه، اللي هو البنطلون بيبقى ماسك من عند الرجل واسع من تحت، بحيث ان هو يبقى ستايل مختلف بالنسبه لي ما بستوش قبل كده، وبرده مش هيتخني ومش هيأثرني. فكنت حاسه ان انا محتاجه اركز في الفيت بتاعه اكتر، او يعني هو مش عيب فيه، هو عيب فيا انا اللي كان ممكن بقى ايه اسيبه او حاجه زي كده، لان انا عندي حاجات ياما قوي بتدخل جوه البنطلون. فانا محتاجه حاجه اللي هو مختلفه، وفي نفس الوقت كنت شايفاه احلى قوي في الحوار ده. والملحوظه التانية ان طول الوقت بقى لو انا بصور بيه، فانا طول الوقت عايزه اظبط رقبتي تبقى مظبوطه، عشان ما احسش ان انا رقبتي مخفوسه فيه وانا لابساه كده. دي ملاحظه عبيطه لاحظتها وانا بتفرج على الفيديوهات، لكن الصراحه هو في المجمل عجبني صراحه وشكله كيوت قوي، والديزاين بتاعه حلو كده، تحسوه شبه شخصيتي كده. بس هو بقى الفكرة في الفيت، او دي بقى حاجة ملاحظة انا هكتبها، علشان مثلا لما اجي اشتري بلوفر تاني تبقى هي دي التطلعات اللي في بالي، او هي دي الحاجة اللي في بالي، بحيث ان انا اغير عن فكرة ان انا ادخله جوه البنطلون. لانه هو مفروض عليا طبعا مش حلو خالص خالص، عامل شبه ازازة الزيت. يعني مخلي جسمي مربع قوي ومتخني طبعا. وطبعا حته ان انا بدخله جوه البنطلون، فانا مش مستفيده من القمر الاخضر اللي فيه من تحت ده، شكله كيوت الصراحه. فكنت حابه ان هو يبقى كده، كنت حاساه يبقى احلى. كان سعره 125 جنيه. انا طبعا سعره بالنسبه لي مش حاجه، انا الصراحه ما شفتش الديزاين ده في حته، فحاسه ان الديزاين بتاعه مختلف، وطبعا خامته حلوه، خامته مهير وناعمه بيدفي. فعشان حوار الفيت دوت وعشان حوار تطلعاتي انا هديله 9.5، يعني هكرمه، عشان دي كانت تطلعات شخصية، وعشان انا اصلا قسطه في البروفا، يعني انا اللي
كده يعني. وتاني بلوفر دوت اللي هو اللي فيه ازرق دوت، ده صراحه بحبه قوي وبحسه عملي، وعملي في فكره ان انا اقدر بسهوله قوي البسه تحت اي جاكيت، عشان هو ميستا ميك اوفر، وفي نفس الوقت اقدر البسه لوحده، وبرضك شكله شيك وقايم ان هو يتلبس لوحده. وبرضك كان ب 125 عشان هما كلهم من نفس الستاند دول، واللي بعديه كمان هما من نفس الستاند، فهو كان ب 125. فانا برضك اديله 9 من 10 يعني، عشان هو حلو، بس هو مش من مفضلاتي اللي هو الحاجه السبيشال اللي انا بحبها قوي. تالت حاجه معانا هو البلوفر ده. البلوفر ده برضك من الحاجات اللي انا لما شفتها هناك كانت عجباني، او لما جيت قستها كانت عجباني، بس لما جيت لبستها حاسه اللي هو بالنسبه لي عايز ميك اب كتير قوي، عشان بحس ان هو بيخلي وشي باهت، مع انه هو مش مقرب للتون بتاع وشي. بس دي ملاحظه شخصيه، وارد تكون مش حقيقيه، عشان بني ادم ساعات بيشوف عن نفسه كده حاجات اللي هو شكلي مش امور النهارده، بس هو بيبقى شكله عادي زي كل يوم. فدي حاجات وارده يعني. وتاني حاجه بقى مزولاني هي حوار ان هو عشان سميك طبعا، وهم عاملينه بزراير، وانا طبعا اصلا جايباه عشان قصه اللي او الزراير، عشان أنا عندي شغف بالموضوع دوت، ان في حاجه مكلكعه هنا، فالموضوع ده ساعات بيزولني، لكن بغض النظر فانا برضك بحسه حلو. وميزته بالنسبه لي ان هو طويل يعني، لما مثلا ببقى لابسه بنطلون حاسه ضيق، هو طويل من ورا قصير من قدام، فبدخله من قدام واسيبه من ورا. الحوار اللي هي ده ساعات لما بيزودني او بلبس له سكارف. وتاني حوار يعني معاه، او تاني نقطه فيه، ان هو ما بيدخلش تحت جاكيت، هو تحت الجواكت بيبقى اتم جدا، هو عايز يتلبس كده لوحده، وعايز بقى ايه حاجه تطعمه، علشان هو تحسوه، عارفين لما تحسوا ان البني ادم ده ريزل شويه، فهو عامل شبه كده بلوفر ريزل شويه، اللي هو محتاج مثلا يعني، انا بحس ان انسب ستايلنج ليه لما بلبس عليه مثلا بنطلون كاتنج عشان يبقى فيه حركه، وكوتشي مثلا، وعايز بقى شنطه فيها اكسسوارات كتير بقى، وشعر بقى ومكياج عشان يبان، او ان انا بلبس عليه السكارف الخضراء اللي انا اشتريتها، بحس ان هي حلوه عليه صراحه، وبتديله شكله وبالطعم. وبنطلون وايد ليج الساده، وكوتشي وشنطه بردك بيبقى شكلهم كويس، فبحس ان هو عايز مجهود واحنا بنعمل له ستايلينج. بالتالي الحاجات دي تخليني اديه 8 من 10 او 7 خليها 7، عشان برضك ايه اللي هو انا كنت حاسه ان انا هلبسه قوي ومش عارفه ايه، وحبوب قوي وكيوت قوي، بس ما حسيتش يعني. بعدين بقى هننقل للكارديجانز. جبت 2 كارديجانات او كارديجان ايا يكن يعني. جبت الاصفر ده صراحه بحبه قوي، كيوت قوي، السايز بتاعه تحفه تحفه، بسبب ان هو اصلا تقريبا للناس البتيت، لان هو صيني، فبالتالي الفيت بتاعه اوفر سايز بجد، مش حاجه انا شارياها واسعه عليها مثلا زي كده فانا بقول عليها اوفر سايز، لا هو قصته او الديزاين بتاعه اوفر سايز، فدي حاجه حلوه جدا. تحس ان هو بيحتضنكوا، والاساور كده مقاسها مظبوط، مش عامله كده مش عامله كده، لا هي مقاسها مظبوط كده. الالوان اللي فيه عجباني قوي، طبعا لونه تحفه، انا بحب الاصفر قوي قوي. وفي نفس الوقت برضك سعره مش غالي بالنسبه لقيمته يعني، هو 125. شفت حاجات في ديفاكتو اقل من كده بكتير في الكواليتي والشكل والحجم، وكانت ب 400 جنيه وب 600 جنيه، فده تحفه يعتبر، وكنت بلبسه كتير جدا وقت ما بتزنق، بلبسه وقت ما ببقى عايزه حاجه كوزي ومريحه، بلبسه على السويت بانس اللي انا كنت جايباه له واسع، فبحس ان هم مريحين كده ومش متخنيني، اللي هم الفيت بتاعهم ريلاكس واسع ومش متخنيني، فصراحه اديله 10 من 10 ونجمه. كارديجان برضو الابيض ده ميزته بالنسبه لي ان انا بحس ان هو حاجه عمليه، عامله شبه العجينه كده، بشكلها على مزاجي. لبسته على بنطلون جينز ما بيقولش لا، لبسته على بنطلون رياضي ما بيقولش لا، لبسته على جيم ما بيقولش لا، حطيت له مش عارفه فيست جلد ما بيقولش لا. طرق كتير قوي قوي اقدر البسها بيه، او على فساتين برضو هيمشي، فبحس اللي هو شبه العجينه كده، انا طوع ايدك اعملي لي ستايلنج زي ما تحبي، فبحس ان دي حاجه حلوه قوي، على الرغم ان الماتيريال بتاعته بالنسبه لي مش احلى حاجه يعني، كنت اتمنى ان هو يكون فيه صوف طبيعي، او خامات اتخن شويه او كده، بس انا مش لاقي غير التيكت ومفيش ليبل عليه، فانا مش عارفه هو مكوناته ايه، بس هو غالبا هيكون داخله نسبه اكليريك يعني اعتقد. وهو كان ب65 جنيه، انا وقتها كنت مستغلياه، لان انا كنت شايفه ان بابه ايه 50 جنيه 45 جنيه حاجه كده، بس انا عشان كان عاجبني، وعشان انا ما عنديش اي كارديجانز بيضه وكده فجبته، لكن الصراحه مش ندمانه يعني، حاساه حلو ومناسب، وهديله 10 من 10 بس من غير النجمه، علشان الماتيريال بتاعته تبقى احلى شويه. فدي بقى حاجه قدام بقى ممكن نعدلها يعني، لكن انا بحبه قوي في اللبس الصراحه وبحسه حلو. حاجه بقى بالنسبه للهدوم اللي من فوق، هي السويتشيرت ده. السويتشيرت ده بردك من الحاجات الحلوه جدا اللي اشتريتها، اللي عاجبني فيه انه مختلف بالنسبه للسويتشيرت العاديه، اللي هو متجه لان هو يكون رياضي اكتر، والخامه بتاعته اللي هي الخامه اللي تحسوها غريبه كده، عامله شبه التيدي بس هي مش تيدي،
فمش عارفه صراحه، بحس الستايل بتاعه مختلف، وفي نفس الوقت اللي هو ايه، حاجه مختلفه، والديزاين بتاعه مختلف من عند الكتف عن السويت شيرت. لان انا السويت شيرتات بقالي فتره بحاول ان انا اشتريها، لكن كل ما اجي اشتري ما بلاقيش حاجه تعجبني، او بلاقي اللي بيعجبني غالي قوي، وانا مش شايفه ان هي الحاجه اللي انا احط فيها فلوس حاليا. يعني بفضل بلوفرات، بس انا بحب اللي اشتريته ده علشان بحس ان الشكل بتاعه مختلف، فاديله في الديزاين بتاعه 10/10. وطبعا اللون بالنسبه لي مش احلى حاجه، ان انا ما بحبش الاسود قوي، لكن برضك يظل الاسود لون عملي وبيمشي على كل الهدوم. كان 75 جنيه بس، ف 10/10 ونجمه طبعا مع السعر. دلوقتي وقت اللي انا افكركم لو حابين تنضموا للعيله لسه مبنيه. في العيله دي بنهتم مشاكلنا في الفاشن وازاي نحلها وازاي نكون شيك بس اون بادجت. فلو انتم مهتمين متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس وتشيروا القناه لاصحابكم عشان القناه تكبر بسرعه. اي فيديو يقابلكم تعملوا لايك عشان ده بيفيد القناه جدا. بس كده. بعدين بقى هننتقل للبنطلونات. انا السنه دي جبت 4 بنطلونات بحالهم، ودي حاجه مش متعوده عليها في العادي. يعني السنه دي اشتريت كذا بنطلون. اصلا اللي عايز يشوف البنطلونات اللي اشتريتها والحاجات اللي اشتريتها من بورسعيد يقدر يشوف الفيديو ده، هسيب لكم اللينك بتاعه هنا او في البايو تحت، هتلاقوا فيه كل الكلام عن الجنسات اللي اشتريتها. لكن انا طلع لي من المجموعه اللي انا اشتريتها 2 بس. الصراحه الاتنين الماتيريال بتاعهم تحفه تحفه، والاتنين فينتج. التاني تقريبا ستريت ليج، بس هو علشان سايز اب بالنسبه لي، او مقاسه اعلى من مقاسي، فهو باين ان هو وايد ليج، بس مش وايد ليج قوي، اللي هو رجله واسعه كده ونازل اوسع من الطبيعي بتاع البنطلونات الستريت. التاني تقريبا مامي جينز، واحد ستريت واحد مامي جينز. فالاتنين الصراحه تحفه تحفه تحفه. هما بس السايز بتاعهم طبعا مش متظبط، المامي جينز طبعا، بس دي حاجه عاديه بالنسبه لي. الويست بتاعه واسع شويه من ورا، فلسه لحد الان ما ضيقتوش، بربطه يعني بالربطه السحريه ديت اللي بيعملوها سريه يعني، والمفروض ان انا اعمله. وفي نفس الوقت برضه كنت بفكر ان انا افتح رجله من تحت، لان هو طويل عليا شويه، فانا قلت ايه اقصره او افتح رجله من تحت. فلسه بفكر في الموضوع، تقريبا ههلكه وانا مش هعمل حاجه من الحاجات دي، انا كسليه قوي. اديله 10، اديله 11/10، مش 10/10. اصلا كان ب65 جنيه، فده مش حوار اساسا. شاريه واحد كان ب400 وبعد الخصم ب380، وده طبعا احلى منه بكتير. تاني بنطلون جبته، او ده بقى كنت جايباه اول الشتا وانا بدات في القفا في البنطلونات، كان البنطلون الاسود اللي هو سويت بانس ده. سويت بانس ده بردك تحفه، قصته جميله قوي قوي، مختلفه فيها. الكمر بتاعه عريض وفيه كسر كده، والفيت بتاعه صراحه بالنسبه لي حلو قوي، بس هو بردك علشان صيني فهو مناسب للناس اللي جسمها بتيت. لان اختي اطول مني، هي اصغر مني بس هي اطول مني، لما لبسته ما كانش حلو عليها خالص علشان هو كان قصير اوفر، فهو عايز ناس بتيت. وانا عاجبني علشان الديزاين بتاعه مختلف عن السويت بانس العاديه. طبعا مش هنقدر نستغنى عن السويت بانس العاديه علشان في بردك حاجات بنحتاجها، لكن ده بالنسبه لي حاجه مختلفه، فبردك حلوه. كان غالي شويه، كان 150 جنيه عشان احنا كنا في اول الشتاء وكده وما فاصلش فيه مع عمو البياع. لكن برضك في المجمل الصراحة اديله 10/10، ان انا وقت ما بتزنق، وقت ما بزهقانة من نفسي، وقت ما بقاش ليا مزاج البس، وقت ما سافرت علشان البنطلونات الجينز بتبقى مزعجة في السفر، فهو بالنسبة لي 12/10 صراحة. بالنسبة لفكرة ان هو مريح، بالنسبة لفكرة ان انا لو مزنوقة هلبسه، لو رايحة مكان بقى هقعد بيه كتير يعني وكده فهلبسه طبعا. فهو حلو صراحة بالنسبة لي، حتى لو هو كان غالي شوية لكن مش مشكلة. اخر بنطلون جبته، وده البنطلون اللي انا اتفاجئت بيه شويه بعد ما لبسته، بعد ما عملت له ستايلنج، بعد ما نزلت بيه، هو البنطلون الرياضي ده. البنطلون ده كنت شاريه بردك من بورسعيد، بس ده كان ب75. ده بنطلون فيله. انا كنت من اول الشتاء بدور على بنطلونات زي دي. طبعا في شبيه ليه البنطلون الباراشوت وفي بردك اللي هو الكاربو، كل الحاجات دي يعني بالنسبه لي تندرج تحت فئه واحده، اللي هي واسعه بجيوب، خامتها مش عارفه خفيفه او خامتها مشمع. فكنت عايزه اجرب حاجه زي كده، بس الصراحه كنت خايفه اجازف. انا عارفه ان الكارجو مش هيريق معايا قوي، بالذات لو جيوبه منفوخه او في جيوب كتير، والجو ده انا قصيره ومقلبظه، فحاجه زي كده هتاثرني وتخني اكتر، فتجنبته اساسا. كان عاجبني عشان تبقى الخامه بتاعته رقيقه وفي نفس الوقت رياضي ومشمع وكده، فحسيت ان هو حاجه مختلفه. ستورز اللي بتبقى على الانستجرام لقيته غالي، كان ب500. 500 الحاجات اللي هي الفينتج بقى، اللي هي بتاعت اديدس ونايكي والحاجات ديت، كانت ب1000 جنيه وب1000 وي. فانكي ستور كان عنده حاجات حلوه قوي، بس كانت غاليه قوي بالنسبه لي صراحه. حاجه شبيهه ليه جديده كانت ب500 جنيه، بس ده اعتقد كان بنطلون باراشوت يعني، ما كانش هو، كان حاجه شبهه. وانا بقى في بورسعيد بقى شفت الحاجات دي ياما، فعجبني البنطلون ده، وهو اصلا بيتقلب شورت وهو رجالي. وانا قعدت ايه، قلت ايه، انا هجيبه، لو ما عجبنيش هديه لبابا. بس بعد ما جبته بقى ولبسته لقيته حلو قوي. طبعا هو بحس ان هو بيدي ويت شويه، بس هو بيبقى باين ان ده وسع هدوم، مش
تخن ومش حاجه تانية. وصراحه لما روحت بيه المنتزه كنت خارجه انا واخواتي ورحت بيه المنتزه، كان مريح جدا في الحركه، ما ضايقنيش في حاجه، ما حسيتش ان انا متأزمه وانا لابساه. وفي نفس الوقت بيمشي على حاجات ياما، يعني عملت ميكس بيه مع الكارديجان حسيته حلو، كان ميكس مختلف قوي بالنسبه لي الواحد يدمج كارديجان مع حاجه سبورتي قوي كده، فدي حاجه حلوه. وطبعا في حاجه تانية بقى، ان انا ممكن اقلبه شورت، وطبعا انا لما اقلبه شورت قلت بقى هديه لبابا يبقى يروح بيه البحر بقى وكده، فالبسه انا وبابا. فدي طبعا حاجه حلوه، يعني حاجه مختلفه وكده. صراحه برضو اديله 11 من 10 ل 75 جنيه، بالنسبه ان هو اصلا بيتقلب شورت بيتقلب بنطلون، يعني بالنسبه للولد هيبقى حلو جدا ان هو يقدر يلبسه مثلا شورت في الصيف يروح بيه بحر، يروح بيه مصيف، يلبسه بنطلون في العادي. أنا طبعا بلبسه بنطلون ما بفكوش شورت وكده، لكن انا ناويه افكه شورت البو. كده بالنسبه للبنطلونات. ودلوقتي هننتقل على الجواكت. انا ما جبتش جواكت السنه دي، كان المفروض ان انا عايزه اجيب جاكيت بامب او جاكيت بافي، لكن ما جبتش الصراحه، ما لقيتش حاجه عجبتني، فقلت اخليها للسنه اللي جايه. وكنت برضك حاطه في الخطه ان انا عايزه اشتري جاكيت جلد يكون اوفر سايز غير اللي عندي، عشان حاسه الاوفر سايز بالنسبه لي هيبقى احلى، وانا بحب اصلا البس حاجه عريضه من فوق لان انا جسمي صغير قوي من فوق، فبحب ان انا البس حاجه كبيره من فوق بحيث ان هي توازن فوق وتحت ببعض. في نفس الوقت انا من عشاق اصلا الاوفر سايز كده كده، فالجواكت بالنسبه لي بتبقى على مقاسي، مش بحس ان انا مرتاحه فيها. فانا ما جبتش جواكت، ان شاء الله اعوضها بقى الشتاء اللي جاي علينا وعليكم بخير. لكن جبت كوتس، جبت اتنين، جبت الزيتي الزيتي ده كان ب 200 جنيه. صراحه عندي شويه تعقيبات عليه، انا ما كانش المفروض اشتري حاجه تكون اوفر سايز قوي كده، حتى لو هي خامتها كويس، حتى لو مش عارفه ايه، بس بيحتاج مني مجهود وانا بعمل له ستايلنج، لان انا لو لبسته بطريقه عاديه هيكونني حرفيا، عشان هو كبير قوي عليا، وطبعا انا ما اقدرش اقصقص حاجه زي كده او اعدل فيها لانها هتبوظ مني حرفيا وخساره طبعا. لكن انا جبت علشان أنا كان عاجبني بقى الماتيريال بتاعته وحاساه فرصه وكده، فهي دي الشروات اللي الواحد بيقعد يتكلم عنها وبيقول ان الواحد ما يطوعش نفسه للاخر. لكن انا بقدر ان انا اعمل له ستايلنج، يعني ممكن لو حد مش متمكن او ممكن يركنه، فحاجه زي كده صراحه ما افضلش ان انا اشتريها تاني، يعني افضل ان الحاجه تبقى اوفر سايز عليا. بس ده في البلوفرات، في الحاجات اللي هي عادي، انما في الكوتس بتبقى الموضوع صعب، مش هنعرف نلمه. صعب ان احنا نعمل له دي اي واي، كل الحاجات دي تبقى صعبه يعني. وفي نفس الوقت بقى الكوتس الطويله قوي اكتشفت ان هي بالنسبه لي مش عمليه في الحركه ايام الشتاء، لما باجي اركب المواصلات وكده بتتبهدل مني قوي. وزي ما قلت طبعا الجواكت ما بتتغسلش كتير، بتحتاج تروح الدراي كلين، لو اتغسلت في البيت تاخد وقت طويل عقبال ما تنشف. فكل الكلام ده انا قدامي ان انا اجيب حاجات طويله قوي كده، الا بقى في المستقبل ان شاء الله لما يبقى عندي عربيه وكده هبقى اجيبها اكيد. ممكن الحاجات اللي هي تبقى اقصر شويه من كده بحيث ان هي ما تجرجرش مني وانا راكبه المواصلات، دي بردك حاجه ممكن تراعوها بالذات لو انتوا قصيرين. واخر حاجه كان المفروض ان انا مادام ما عنديش كوتس خالص ان انا ابدا اشتري الساده الاول، وبعد كده اللي هو يكون فيه مطبوع او زجزاج او الحاجات دي، علشان المفروض بنبدا بالبيزك الاول بالذات لو احنا عندنا حاجات مطبوعه او الحاجات دي، عشان يبقى عملي اكتر واقدر ان انا اعمله ستايلنج بطريقه اسهل وكده. فدي كلها غلطات انا وقعت فيها، لكن هو طبعا بالنسبه لسعره حلو، كواليتي كويسه، سعر كويس، هو اصلا الديزاين بتاعه حلو، لكن هو عايز بنت اطول مني تكون اعرض مني شويه كده، يعني يبان كده عليها تحس ان هو لابسه بالطو بجد، انما انا بحس ان البالطو لابسني. فبالتالي ممكن اديله 7 من 10، والتلاتة دول علشان الحاجات الباقية، مش عشان خامته او مش عشان سعره او كده، ان هو سعره تحفة طبعا. ايه تاني بالتو بقى ده اديله 15 من 10 بالنسبة لي، رغم ان هو غالي، هو البيج دوت. الصراحة بقى انا اتعلمت فيه الكوت التاني، فلما اشتري حاجة على مقاسي تكون حلوة يخش بس تحتها بلوفر مستريح ويكون طلع بردك مناسب. كان بردك قدامي كوت تاني طويل بالكامل وكان بردك شكله حلو ومش عارفه، بس انا حبيت ان انا اختار الحاجه التانية اكتر، وحبيت ان انا اختار قصه او ديزاين يكون على كاجوال شويه بحيث ان انا اقدر البسه على اي بلوفر، البسه على اي حاجه، ما احسش ان انا متقيده مثلا طبعا على اي حاجه. حتى الحاجات اللي هي الجيبات والفساتين والكلام ده، انا جيبه وبلوزه كان حلو جدا. بس تعقيبي بس الوحيد ان الحاجات الصوف الطبيعي الكامله بتبقى عامله شبه وبره القطط، لما تبقى قطه سيامي او قطه شيرازي مش عارفه انهي فيهم اللي بتوقع شعر، تبقوا لابسين حاجه كده وتقوموا حاضنينها او شايلينها، فبتلاقوا ان هي بترمي عليكم شعر من كل حته حتى لو حد قاعد جنبكم بيتدرج. فالحاجه اللي انا همشي عليها او هدور عليها بعد كده هي الأصوف الطبيعيه بالكامل، او اخده نسبه كبيره قوي من صوف واحد، هتجنبها شويه علشان بتبهدل الدنيا وبتبقى طبعا محتاجة تتغسل لوحديها، تخزن في الدولاب او تتشال في الدولاب لوحديها علشان ما تبهدلش بقية الهدوم التانية، بالذات طبعا في خامات اصلا بيلزق فيها الحاجات دي مش بتطلع وبتحتاج تتنضف. زي ما غسلت السويت شيرت مع البلوفرات الصوف فباظ مني خالص وعايز يتنضف بجد. يعني ده مش في كل الاصواف، يعني في صوف الكشمير حتى لو عندنا بلوفر كله كشمير بيبقى ناعم ما بيطلعش حاجة اصلا،
وفي حاجات تانية بيبقى دامج اصواف وكده، بس ما بتطلعش بردك شعر او ما بتطلعش الحاجات اللي هي تملى الدنيا. يعني البلوفر الاسود اللي جبته من بورسعيد بيطلع برضه، بس مش كتير اوفر، ومش لما امشي جنب حد يقوم مطلع. انما البيج ده بيرمي بكثرة. حتى اصلا الجزء ده مش متبطن فيه، اللي هو عند القفلة ده كان رامي على اللي انا لابساه وكده. فحسيت ان الموضوع صعب شوية ومحتاج عناية بقى وكده، فعايزة اتجنب النقطة دي بس. فممكن بدل 15 انا افتكرت دلوقتي هديله 14 من 10. ماشي. اه، من الحاجات اللي انا نسيت برضك اتكلم عنها في نقطه الجواكت عشان انا نسيتها، هي البليزر. انا جبت برضك بليزر السنه دي، ده كان ب 150 جنيه وبرضك حلو وبرضك صوف. فاكتر حاجه عجباني فيه بجد هي الديزاين بتاعه تحفه بجد. من الحاجات اللي هي بقى ايه، في شولدر بادز، فبتعمل كده كتاف وبتعرض منطقه الكتف عندي، عشان انا اصلا كتفي ضيق قوي. دلوقتي في القصه اللي هي بتعمل تحديد لمنطقه الوسط ونزل كده بوسع، فهو اصلا بيعمل تجسيمه. فلو حد اصلا ما عندوش تجسيمه بيبقى حلو جدا. ولو حد زي حالاتي الجزء اللي من عنده فوق ضيق قوي فهو بيعرضه. دي حاجه حلوه جدا صراحه، وبتبقى محتاجه خياطين شاطرين قوي عشان يعملوها. فده معناه ان هو براند متكلف. برضك التعقيب اللي انا هاخده ان انا مادام ما عنديش الحاجه ما ينفعش اجيب منها الحاجه الكاروهات او الحاجه المطبوعه او ايا يكن. فانا كان المفروض اجيب حاجه بيج او حاجه سودا، لكن بما اننا بنشتري مستعمل فالموضوع بيبقى بالحظ جدا، وملهوش اللي هو ماسكه او ملهوش حاجه. يعني مثلا مش هنزل انا اقول انا عايزه بليزر اسود فاروح الاقي بليزر اسود، هو بيبقى بالحظ. لكن في المجمل هو حلو طبعا جدا بالنسبه لي، وبقدر اعمل له ستايلينج ابس اند داون. يعني بقدر البسه كلاسيك او بقدر البسه كاجوال، ممكن ينفعني في مناسبه بسيطه، ممكن بردك البسه في خروج عادي. فبالنسبه لي صراحه اديله 10 من 10، مفيش كلام. اخر حاجه بقى علشان نقفل الفيديو دوت هي السكارفات. انا جبت الشيل الاخضر ده. الشيل الاخضر ده صراحه كنت هندم جدا لو ما كنتش جبته. انا كنت جايبه الاتنين على بعض، كانوا عاملين تقريبا 150 جنيه او 100 حاجه و50 حاجه زي كده. يعني واحد طلع بحاجه و60 واحد طلع بحاجه و70 سنك. يعني الاخضر ده هو بس عيبه ان الماتيريال بتاعته ما فيهاش اي حاجه صوف، هو اصلا بوليستر صناعي. بس لونه صراحه تحفه، اللي هو بحطه على اي حاجه كده بيديلها شكل كده. وفي نفس الوقت صراحه كنت شايفاه على بنترست. صراحه ما كنتش شايفه ان انا اللي هو حاجه لازماني قوي فان انا احط فيها مبلغ 250 300 جنيه حاليا. شايفه ان انا احطها في حاجه احسن. توقفني لونه، كنت حابه ان هو يبقى اللون اللبني اللي انا لابساه ده بس ما لقيتش. لكن الاخضر برضك ستيل حلو، ستيل بينطق اي بيج من البيجات اللي عندي واي حاجه بيمشي عليها عادي. وطبعا هو يعتبر بابو في كلر، بس حاجه مثلا لون واحد وكده هيبقى هو بابو في كلر فيها عشان الاخضر بتاعه فاتح كده وحلو. فصراحه اديله 10 من 10. كنت هندم جدا لو ما كنتش جبته بجد. وتاني واحد دوت ده صراحة بقى تقييمي ليه اقل من ما كنت انا متوقعه انا في المحل، لان انا بعد ما روحت لقيته لون وشي زي ما قلت، فهو محتاج ميك اب. انا اغلب الوقت وانا نازله في الطبيعي وفي العادي في ايام العاديه ما بحطش حتى ميك اب زي ده. انا عادي اللي هو تنت وروج وبظبط حواجبي وخلاص على كده. صراحه ان انا بمل من المكياج وبمل من الايلاينر وما بعرفش ارسمه. اغلب الوقت برسم عين فوق وعين تحت، فبالتالي صراحة مش اغلب الوقت ببقى متمكيجة. فحاسة ان هو يحتاج مني مجهود، اما بقى يحتاج ان انا انسق لوني يكون قريب لرقبتي عشان ما يبقاش هو على وشي على طول فيبهت وشي. فدي نقطة طبعا بالنسبة لي تقيلة. بالنسبة لحد تاني ممكن تبقى عادية، بس بالنسبة لي انا تقيلة. لكن هو كماتيريال هو حلو، داخله كشمير بنسبة كويسة يعني. وهو في فيسكوس فعشان كده تحسوه اللي هو مدي على الصيفي شوية، لكن هو عادي اللي هو لما تلمسوه تحسوا ان فيه صوف. فدي حاجه كويسه ان هو خفيف وهيدفي، بس مش مكلكع، مش حاجه اللي هو تعمل وزن. او ممكن اديله 8 من 10 يعني، لحد اما اشوف بقى ايه لما اعمل له ستايلينج ولما البسه بجد وكده ممكن الموضوع يعلى شويه. ده كان الريفيو بتاعي لدولابي. انا برضك بنصحكم ان انتوا تعملوا ريفيو للدولاب بتاعكم، ايه اللي اشتريتوه، ايه اللي عايزين تتجنبوه، ايه اللي عجبكم، ايه اللي ما عجبكوش، كل ده تسجلوه. يعني انا مثلا من الريفيو بتاعي كده اكتشفت ان انا خلاص مش عايزه اشتري بيجات تاني. انا عندي تونات بيج كتير قوي، عندي بيج اللي هو دافي وبيج ساقع وبيج معرفش ايه. وطبعا زي ما قلت عايزه اركز في درجات البيج بعد كده، او الدرجات اللي مقربه درجات الوش، ان انا اصلا اتجنبها لو انا مش عايزه اوجع دماغ، او ان انا اركز قوي وابقى عارفه ايه اللي بيليق في وشي وايه لا. الكوتس طبعا مش هشتري خلاص تاني ان انا اشتريت 2. وطبعا الطول زي ما قلنا اتجنب حوار الطول. بردك الديزاينز ان انا لما يكون في دماغي حاجه معينه بكروتش الموضوع وخلاص، لا اسيبها وان شاء الله الاقي احسن منها. يعني بردك حوار ان انا اركز بردك او يبقى عندي شويه تفكير كده وانا بشتري، ان انا ما اشتريش الحاجه علشان هي بسعر كويس او عشان فلوسها قليله. طبعا زي الكوت الزيتي انا مش هقول ان هو وحش، بس هو لو ما كانش عايزني انا كان عايز حد اطول، كان عايز حد اعرض.
ما كانش لازم اضحي التضحيه دي واتعب في نفسي. وطبعا اركز بقى على الجوانب اللي انا جبتها وعجبتني. الحاجات مثلا ان انا بحب الحاجات الاوفر سايز، فاي حاجه اوفر سايز بالنسبه لي الفيت بتاعها حلو بحبها. الحاجات اللي بتعمل عرض في الكتف من فوق وبتبين ان الوسط، الحاجات دي طبعا مناسبه للشيب بتاعي جدا. البنطلونات برضو ان انا اجرب حاجات مختلفه ما فيهاش مشكله يعني. زي مثلا البنطلون الرياضي لو ما كنتش جربت مثلا ما كنتش هعرف يعني. ما هي اهم حاجه في الشيب بتاعي ان الوسط يكون باين، فبالتالي حاجه زي كده برضك حلوه لان هو اصلا كمره عريض فانا بشده على الوسط فبيبقى برضك حلو. اخر حاجه ان انا اميز بين الحاجات اللي بتحتاج مجهود علشان تبان وعشان يتعمل لها ستايلنج، وبين الحاجات اللي سهل ان هي تدمج مع حاجات تانية فتطلع ستايلات مختلفه منها. يعني مثلا البلوفر البيج انا بحس ان هو محتاج مجهود علشان شكله يبان وعشان اعمل له ستايلنج، لكن الكارديجان الابيض بحس ان هو سهل ومرن في ان انا انسقه، ان انا لو عايزه اعمل لوك كاجوال هعمل منه، لو لوك كلاسيك هعمل منه ان انا البس عليه بنطلون مثلا قماش وحزام وكده. لو عايزه اعمل حاجه جيرلي هيبقى بردك حلو وسهل لان هو هيمشي على جيبه، هيمشي على فستان. فعايزه اركز اكتر على فكره الشوب سمارت، حاجه تكون مرنه. المرونه بتبقى حلوه قوي في حوار الهدوم، بالذات لو انتوا اشخاص ما بتحبوش انتوا يبقى عندكم هدوم ياما، او انتوا لسه البادجت بتاعتكم قليله دولاب هدومكم صغير، فالحاجات دي بتبقى حلوه جدا يعني. بس كده اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله انتظروا الشهر اللي جاي بتاع رمضان ده، محضره لكم مفاجاه حلوه جدا ان شاء الله ربنا يقدرني يعني واقدر اعملها. فاستنوا بقى اللي جاي. باي.